عمتم مساء بألف خير وأهلا ومرحبا بكم في هذه النشرة والتي نبدأها بأهم العناوين. إصابة مواطن واحد بكورونا اليوم. تطور خدمات مستشفى التساني. نجاح تجارب زراعة البطاطس في المناخ الحار. كوريا الشمالية ستطلق قمرا صناعيا لرصد أعمال أمريكا وحلفائها. أستراليا تعتزم زيادة عدد جيشها بنسبة 30% بحلول 2040. ثوران بركان في أندونيسيا إجلاء المئات ورصد يغطي القرى. من العناوين إلى التفاصيل. إعلان وزارة الصحة. أعلنت وزارة الصحة بأن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم في مراكز الفحص في الإقليم الأوسط قد أظهرت إصابة مواطن واحد بمرض كورونا في 4 أسمرة، وبهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 9719، شفي منهم 9613 وتوفي 103 مريض، فيما لا يزال 3 من المرضى يتلقون العلاج بالمستشفيات. وزارة الصحة 10 من مارس لعام 2022. قال المدير الطبي لمستشفى تسانية الدكتور قدي قبرولد أن خدمات المستشفى تتطور بإدخال المعدات الحديثة، وأن سد احتياجات المستشفى من أجهزة مختبرات تشخيص الأمراض الباطنية والأشعة والموجات الصوتية ومعدات طب الأسنان قد خفف من النقص الذي كان يواجه المستشفى. وأشار إلى تحقيق نتائج مرضية من خدمات التوعية الصحية ورعاية الأم والطفولة وارتفاع الولادة في المستشفى إلى 65% في عام 2021. وعرب مستخدمو المستشفى عن ارتياحهم لسد حوجة المستشفى من المعدات الحديثة التي مكنتهم من تلقي العلاج عن قرب، منادين لتوفير المعدات المتبقية. يقدم مستشفى تساني الخدمات الصحية لمديرية تساني وقلوج وهيكوتا وفورتو ساوا. أعلنت وزارة الزراعة نجاح التجارب التي أجريت على زراعة البطاطس في المناخ الحار باختيار فترة اعتدال المناخ في المنخفضات. وأوضحت وزارة الزراعة أن التجارب التي أجريت في أقاليم الكاشبركة وشمال البحر الأحمر وجنوب البحر الأحمر عبر المزارعين حققت نتائج مرضية وسيتم الدفع بها مستقبلا. وأوضح المزارعون من فيسكو وعد إبراهيم بإقليم الكاشبركة أن نتائج زراعة البطاطس في فترة البرودة كانت جيدة. وذكر مسؤول تنمية الخضر والفاكهة في مكتب وزارة التعليم بإقليم وزارة الزراعة بإقليم الكاشبركة السيد ملقيت حقوس تنمية أكثر من 90 مزارع البطاطس في الفترة من بداية شهر نوفمبر وحتى شهر مارس. ودعا المزارعين للقيام بالاستعدادات اللازمة لزراعة البطاطس بتوسع الموسم القادم. وأشار التقييم الأولي بإنتاج حوالي 240 كنتال من الهكتار الواحد في إقليم الكاشبركة. نظمت أعضاء المرأة الإريترية في الإقليم الأوسط جولة بمناسبة 8 من مارس اليوم العالمي للمرأة في 9 من مارس لزيارة مريضات الناسور في مستشفى الإقليم الجنوبي المرجعي. وقدمت مساعدات عينية تمثلت في الملابس وأدوات النظافة. وقال المدير الطبي لمستشفى الإقليم الجنوبي المرجعي الدكتور يوناس كفلي مريم في المناسبة أن مثل هذه الزيارات والمساعدات ترفع من معنويات المريضات إضافة إلى الرعاية الصحية التي تقدم لهن وتلعب دورا ليستهان به في شفائهن. وأوضحت منظمات الزيارة بأنها تهدف إلى تشجيع وتحفيز ضحايا الناسور اللائي يعتبرن جزءا لا يتجزأ من المجتمع، داعيات الجهات الأخرى والأشخاص لاتخاذ خطوات مماثلة. من جهته الدكتور هيلم ركوت خبير طب الرحم بعد أن استعرض أسباب وأضرار الناسور لدى المرأة دعا المجتمع لرفع وعيه فيما يتعلق بالناسور، وعلى الأسر والأزواج القيام برعايتهن دون التعامل معهم بالتمييز والعزلة.
قام السكان وعمال القطاع العام في مدينتي الدقيح ومنفرة بنفير نظافة ورعاية الأشجار. وقام السكان في الدقيح بنفير ل3 أيام بهدف نظافة المدينة وإقامة مناطق خضراء. ودعا المشاركون في النفير لحل النقص في حاويات النفايات وأدوات العمل لضمان النظافة المستدامة. ونفذ نفير مماثل في مدينة منفرة في مقبرة الشهداء والمستشفى المرجعي للإقليم الجنوبي. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. أعلنت بيونغ يانغ أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جون أون تفقد المركز الفضائي في بيونغ يانغ، حيث أشاد بعلمائه الذين أجروا مؤخرا اختبارا لمكون قطار قمر اصطناعي للاستطلاع. في تجربة قال محللون أنه مجرد اختبار مقنع لصاروخ بلاستي. ونقلت وسائل إعلام رسمية عن كيم جونغ أون قوله أن بلاده ستطلق في السنوات القادمة عدد من الأقمار الصناعية للاستطلاع بهدف تقديم معلومات هنية عن الأعمال العسكرية التي تقوم بها الولايات المتحدة وحلفائها. وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن كيم أعلن أنه سيتم وضع الكثير من أقمار الاستطلاع الصناعية في المدار في إطار خطة على مدى 5 سنوات أعلنت العام الماضي. وبحسب الوكالة يندرج تطوير القمر الاصطناعي للاستطلاع في إطار استراتيجية مراقبة القوى العدوانية لواشنطن وتلك المنتشرة في شبه جزيرة ومحيطها. أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت ماريسون أن بلاده ستزيد عدد جيشها بنسبة تقارب 30% بحلول 2040 في أكبر زيادة ستطرأ على القوات المسلحة الأسترالية في وقت السلم. وقال ماريسون خلال مؤتمر صحفي عقده في سكنة للجيش في بريسبين أن عدد قوات الدفاع الأسترالية سيزيد بحلول 2040 بمقدار 18,500 جندي ليصل إلى 80,000 جندي، مشيرا إلى أن تكلفة هذه الزيادة ستبلغ نحو 27 مليار دولار أمريكي. وأضاف أن هذه أكبر زيادة في عدد الجيش في وقت السلم في تاريخ أستراليا. وأوضح رئيس الوزراء أن حكومته قررت تعزيز القدرات العسكرية للبلاد بسبب التهديدات والبيئة التي نواجهها كدولة كديمقراطية ليبرالية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. ذكرت وكالة مواجهة الكوارث في أندونيسيا أن بركان ميريبي ثار ودفع أكثر من 250 من السكان في منطقة المحيط إلى الرحيل. وقالت وكالة الجيولوجيا الإندونيسية على تويتر أن بركان ميريبي قذف سحبا ساخنة وهي مزيج من الرماد والمواد البركانية تتفاقد بطول 5 كيلومترات على جانبيه. وأشارت وكالة مواجهة الكوارث إلى أن 253 من السكان في المنطقة المحيطة بالبركان في إقليم يوجيكارتا قادروا منازلهم في حين قطع الرماد بعض القرى. ولم ترد أنباء عن إصابات أو قتلى حتى الآن. ومريبي أحد أكثر البراكين نشاطا في أندونيسيا، وكان مدرجا بالفعل على ثاني أعلى مستوى تحذير من الكوارث. بعد أن دخل التاريخ كأول شخص ينقل له قلب خنزير معدل وراثيا، توفي الأمريكي ديفيد بينت عن عمر ناهز 57 عاما بعد شهرين من العملية الجراحية التاريخية. ووفق ما ذكرت وكالة رويترز، وكان ديفيد بينت يعاني من أمراض قلب مزمنة، وأجرت له عملية زراعة القلب في 7 يناير الماضي. ومنحت إدارة الغذاء والدواء تصريحا طارئا لإجراء هذه الجراحة ليلة رأس السنة كخطوة أخيرة لمريض
لم يكن مؤهلا لعملية الزراعة التقليدية. ولدى إجراء العملية قال جراح برارتري جريفت الذي أجراها أن هذه العملية الجراحية رائدة تقريبا خطوة من حل أزمة نقص الأعضاء. تذكير بأهم العناوين. إصابة مواطن واحد بكورونا اليوم. تطور خدمات مستشفى تسني. نجاح تجارب زراعة البطاطس في المناخ الحار. كوريا الشمالية ستطلق قمرا صناعيا لرصد أعمال أمريكا وحلفائها. أستراليا تعتزم زيادة عدد جيشها بنسبة 30% بحلول 2040. ثوران بركان في أندونيسيا وإجلاء المياه والرماد يغطي قرى عديدة. انتهت النشرة التي قدمناها لكم من الفضائية الإريترية. في أمان الله.